المراعي على مدار التاريخ كانت دايما لتلبية حاجات السكان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعيشية، وده كان بيلعب دور كبير جدا في بناء وتخطيط المدن. فمع الوقت وزيادة عدد السكان بقى في حاجة إن أنت تسكن عدد كبير جدا من الناس في مساحات أقل، ومن هنا كانت بداية زيادة ارتفاعات المباني لحد ما وصلت للشكل اللي احنا عارفينه النهارده، هو ناطحات السحاب. ايه هي نتائج التطور ده وايه تأثير المباني العالية على ساكنيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من على الحافة. العمران على مدار التاريخ كان دايما محكوم بالإمكانيات المتاحة والمواد المتوفرة حوالين الإنسان، وده اللي ساعد بشكل كبير في بناء الحضارات اللي موجودة النهارده. فقبل كده ما كانش في أي احتياج للإنسان إن هو يبني بشكل رأسي، وخصوصا في القطاع السكني. فالمباني العالية في الحضارات والإمبراطوريات القديمة كانت دايما مرتبطة بالديانات، كان نتيجة ده هو بناء الحضارات دي للمعابد والمساجد والأهرامات والمآذن والمباني اللي بتدل على العظمة. لكن في المباني السكنيه ما كانش فيه اي احتياج ان انت تبني مباني عاليه. ادوارد جليزر استاذ الاقتصاد بجامعه هارفارد المهتم بالاقتصاد الحضري عرف ناطحات السحاب بان هي المباني اللي هي اعلى من 10 ادوار، وان هي هيكلها بيكون معدني او حديدي ومزود بمصعد. والتعريف ده مهم جدا لان هو بيبين ان الاساس اللي اتبنى عليه ناطحات السحاب. بدايه السباق العالمي في بناء المباني العاليه كان بدايته هو بناء برج ايفل. بيقولوا ناطحات السحاب اللي ظهرت بتعريفها الحديث ده كانت في امريكا، تحديدا في نيويورك وشيكاغو. في نهايه القرن الماضي ظهرت اولى ناطحات السحاب في الولايات المتحده، وكان اهمها هو مبنى التامين. في بدايه ظهور ناطحات السحاب دي كان غرضها هو توفير مساحات مكتبيه عشان يستخدمها كمكاتب اداريه وتجاريه. كانت دايما موجوده في المناطق التجاريه المهمه للشركات، وكان اشهرها مبنى امباير ستيت بشيكاغو ومبنى وانكان سكوير بلندن. مع مرور الزمن وقله مساحه الاراضي بدا المطورين العقاريين يفكروا في استخدام الابراج العاليه دي كمساحات سكنيه، وناطحات السحاب في الوقت ده كانت علامه لتطور البلد دي والافكار الجديده للمصممين بتوعها. من ضمن الاهداف الاساسيه ان هي كانت بتوفر تكلفه بناء المباني السكنيه بشكل كبير جدا. واحد من المعماريين المميزين وهو لو كوربوزيه، ويعتبر رائد العماره الحديثه، كان شايف ان ناطحات السحاب دي هي الحل الامثل لمشكله الاسكان. فكان واحد من اوائل مشاريعه المشهوره هي وحده سكنيه، بالرغم من ان المشروع ده ما شافش النور الا ان الفكره دي انتشرت في العالم كله. مع الوقت وزياده استخدام ناطحات السحاب فكان ده ليه تاثير كبير جدا على سكانها، وللاسف التاثير ده كان سلبي. فمع الوقت تم مقارنه ناطحات السحاب دي بالمباني اللي ارتفاعها منخفض، لقوا ان ناطحات السحاب دي كانت الاقل ارضاء للسكان من بين اشكال الاسكان المختلفه، وكانت غير مثاليه لوجود الاطفال، بل ان هي كانت بتعيق نمو الاطفال. اما بالنسبه للعلاقات الاجتماعيه فكانت اقل واضعف في المباني العاليه، وده عامل مهم جدا لان الهدف الاساسي لوجود مسكن هو بناء مجتمع متناغم. ممكن ناطحات السحاب دي تكون ساهمت بشكل كبير جدا في ازمه زياده السكان، لكن للاسف هي ما كانتش احسن حل عشان تحل الازمه دي. ناطحات السحاب كانت حل من حلول الزياده السكانيه، لكن هي ما كانتش الحل الامثل، لان الهدف الاساسي من التصميم المعماري هو ايجاد حياه افضل للانسان مش مجرد مأوى. في دراسه بريطانيه موجوده على الموضوع ده ان وجود عدد اكبر من السكان في مكان واحد بيدي شعور بعدم الراحه وعدم الاستقرار. عشان كده الابراج المرتفعه ادت لسكانها المأوى، لكن سلبت منهم الراحه النفسيه والتواصل الاجتماعي، وده مهم جدا لسكن الانسان. وفي صحيفه بريطانيه عملت دراسه على عدد من الاشخاص اللي ساكنين في المباني المنخفضه واللي ساكنين في ناطحات السحاب والمباني المرتفعه. نتيجه الدراسه دي كانت ان الناس اللي ساكنه في المباني المرتفعه هم اكثر عرضه للشيخوخه المبكره، على عكس الناس اللي ساكنه في المباني المنخفضه، لان اغلب الاوقات ان الناس اللي ساكنه في المباني المرتفعه بيكونوا في مركز المدينه، بيكونوا اقل عرضه للطبيعه. اما بالنسبه للناس اللي ساكنه في المباني المنخفضه بيكونوا غالبا في الارياف، في المناطق اللي هي الاكثر عرضه للطبيعه. نتيجه الدراسه دي ان في حاله استمرار بناء المباني المرتفعه دي هينشا جيل كهل غير قادر على الابداع. ناس كتير ممكن تقول ان السلبيات اللي فاتت دي مش مهمه، لان اهم حاجه الانسان يلاقي مكان يسكن فيه، لكن للاسف البيئه المحيطه بالانسان بيكون حاجه مهمه جدا لتشكيل افكاره ووعيه. فلما الانسان بيكون ساكن في مكان ما بيساعدوش على التواصل الاجتماعي وعلى الراحه النفسيه، ده بيخليه انسان غير مبدع ومحاط دايما بالطاقه السلبيه. في دراسه اخيره بتقول ان الانسان اللي بيعيش في مكان مش بيوصل له شمس ومش محاط بطبيعه، ده بيؤدي ان الانسان بيكون عرضه لامراض الياس والاكتئاب والقائمه الطويله من الامراض الحديثه. في النهايه حابب اعرف راي حضراتكم، هل انت بالنسبه لك مريح اكتر ان انت تسكن في مباني مرتفعه ولا مباني منخفضه ومحاطه بالطبيعه؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، ونراكم قريبا ان شاء الله.